مرحبا أعزائي المشاهدين، معاكم الشيف دمون. اللي أول مرة دا يشاهد قناتي أتمنى يشترك بالقناة ويفعل الجرس، سوينا لايك وشير للفيديو. اليوم وصفتنا هي بسكويت أو سموريس كوكيز، كلش لذيذة وطيبة وتنفع تتقدم ضيوف بالأعياد والمناسبات. تابعوني التفاصيل بعد الفاصل. ورجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. هنا عندنا 350 غرام من طحين، بيضة واحدة، 200 غرام من الزبد، 175 غرام من الشكر البني، وعندنا 50 غرام من الشكر الحبيبات. ونحتاج إلى الوصفة ملعقة شاي بيكربونات الصوديوم، ملعقة شاي من النشا، ملعقتين نشا صغيرة، ملعقتين فانيليا. هاي المواد اللي راح نحتاجها. ونحتاج أيضا شوكولات أو شوكولاتة خام للحلويات، لونين أو لون واحد أو شون ما تحبون، قطعتين 3 من البسكويت اللي تحبوه، هذا للهرس للعجينة. ونحتاج أيضا مارشميلو 150 غرام. راح نبلش بنخل الطحين مع النشا والبيكربونات والفانيليا، ننخلهم. هسه راح ننخلهم مع بعض على مود ينطينا نتيجة أفضل. نزلنا مثل ما قلنا لكم الطحين والنشا بهذا الشكل، ويفضل أن تنخل هاي المواد الجافة مع بعض. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا والوصفة لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلون الجرس على الكل على مود يوصلكم أي شيء جديد ننزله، وتكتبوا لي بالتعليقات من أي بلد تشاهدوني. هسه راح نخلي الشكر أو الزبد لازم يكون 200 غرام، نسيت أقول لكم. راح نخلط الشكر البني والشكر الأبيض ونمزجهم مع بعض إلى أن يصير عندنا عجينة لينة. وهسه راح نخلي البيضة، راح نخلط البيضة أيضا، ننزل البيضة ونخلطها مع العجينة، وبعد ذلك يصير عندنا قوام العجين كلش طيب كلش طري. راح ننخل الطحين دفعة دفعة إلى أن يكمل العجين مالتنا مع الخلط ينخلط مع الزبد والشكر بصورة صحيحة. لا تنسونا من الاشتراك بالقناة وتفعلون الجرس وتشتركون وتسوون لايك وشير للفيديو على مود يوصل لأكبر عدد ممكن، وتكتبوا لي بالتعليقات من أي بلد تشاهدوني. راح نبقى نخلط المواد إلى أن يخلص الطحين مالتنا. وبعد ذلك قطعنا، طبعا بنتي ساعدتني بتقطيع الشوكليت، وراح نقطعه لا كثير ناعم ولا كثير، يعني ما نبرشه بالماكينة أو بالبراشة، نقطعه بالسكين يكون عندنا حبيبات شوية خشنة على مود تبين بالكوكيز مالتنا. طبعا نسيت أقول لكم نحتاج مارشميلو 150 غرام، هاي حسب الرغبة، إذا تحبون تخلوها مارشميلو، وتخلطون ويا العجينة أيضا مع الشوكولاتة. هسه راح نخليها تلاحظون قوام العجينة شلون صارت، يعني شوية طرية تكون مع هاي الأثناء. هسه راح ننزل الشوكولات اللونين، إذا عندكم لون يصير بس يكون المهم شوكولات خام. 200 غرام من الشوكولات الخام أو الشوكولاتة أو الشوكولاتة راح ننزلها نخلطهم مع بعض. مثل ما قلنا لكم ما نريد نخلط خلط بالماكينة على مود لا يصير عندنا العجينة قوية، يصير عندنا عجينة تكون هشة، من نجي ناكل تتفلش بذوب ذوبان بالحلق. وهذا البسكت، أي نوع بسكت عندكم، 2 3 قطع نكسرهم. واحنا طبعا نحتاج الى بسكويت ايضا على مود نحشي، نخلي هاي العجينة فوقها، اي نوع اللي تحبوه انتم. راح نخلطهم بهذا الشكل، نتركها بالثلاجة تقريبا بعد ما نكمل
العملية، نتركها نخليها بالثلاجة تقريبا نص ساعة إلى ساعة إلى أن يصير عندنا البسكت جاهز بالثلاجة، يبرد يجمد ياخذ نفسه، بعدين نخبزه بالفرن. هذا نزلنا المارشميلو، وهذا مو إجباري، يعني أنتوا تقدرون تحطون مارشميلو أو ما تريدون. وإذا ما تعرفون طريقة عمل، إذا ما عندكم تشترون جاهز أو ما عندكم أسواق قريبة عليكم، تقدرون تسووها بالبيت مارشميلوز. وإذا حبيتوا عندي بقناتي تكتبون بالش اسمه يطلع لكم طريقة عمل مارشميلوز. هسه حطينا، إذا تلاحظون حطيت البسكويت أي نوع مثل تحبوه أو الأولاد يحبوه تقدرون تحطون. نكور العجينة مالتنا بهذا الشكل، وتكون عجينة كثير طرية، ويطلع تقريبا 18 قطعة إلى 19 قطعة حسب الكبر اللي أنتو تسووه. وإذا تحبون تكون أصغر العجينة تقدرون تسووها أكثر، كمية أكبر، وتصير عدد يصير عندنا أكثر. هاي العجينة طلعت لي صينيتين تقريبا 18 قطعة. والوزن مو مشكلة، انتو حتى لو تصير وحدة كبيرة وحدة صغيرة، المهم تكون الكمية متقاربة، يعني الحجم يكون متقارب. هسه راح نخليها بالثلاجة ساعة تقريبا ونطلعها. هاي بعد ما طلعناها من الثلاجة راح نخبزها بدرجة حرارة 175 درجة مئوية تقريبا 10 دقائق، أو حسب أنتم تشوفون أنه صارت جاهزة تطلعوها وتخلوها هناك تبرد بعدين تتقدم. وهاي صارت جاهزة أعزائي المشاهدين، 10 دقائق بالفرن بالطبق الوسطاني 175 درجة مئوية، وصارت جاهزة بس تبرد نشوف لكم شلون راح تصير شكلها. وهاي الصينية الثانية طلعت جاهزة، الريحة تشهي تخبل. أتمنى أن تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس، تسوون لايك وشير للفيديو، ونشوفكم بفيديو قادم وصفة جديدة إن شاء الله. تحياتي.